يكد الخداع سقلامان. الخداع أتى من الأمان. يقال للتحذير من الثقة العمياء بالغير، فإن النحلة التي تحمل العسل في فمها تحمل أيضا الوخزة في ذيلها. يغلو مشيشر يغذيس. عاد القط إلى رماده. يعبر المثل عن رجوع الإنسان إلى عادة سيئة كان قد أقلع عنها. ويقول المثل العربي: عادت لعترها لميس. ويقول أيضا المثل الشعبي: مول الطبيعة ما ينطبع. وعادت ريمة لعادتها القديمة. ذي الدين انتفع. دين الحرباء. ويقال للشخص المتقلب الذي يتمسك بقول أو رأي ويثير النزاعات والفتن بين الناس، فيتلون في موقفه مثلما تتلون الحرباء. رنون منيغي. يخلطون اللبن بالماء. ويقال للشخص المنافق الغشاش: يكث يتسرو. يضرب ويبكي. ويضرب المثل في المنافق الذي يقتل القتيل ويمشي في جنازته كأن شيئا لم يحدث، ويقول المثل: ضربني وبكى واستبقني للقاضي واشتكى. لكن لا تأمن العرب الرحالة ولو كان سارح جمالهم، ولا تامن ولا ترقد في بلاد الأمان. في ذات في تظليث. الحقيقة أفضل من الصلاة. المثل يعبر عن الأهمية القصوى للصدق. ونلاحظ في هذا المثل أنه مناف للعقيدة الإسلامية. حفظ التفايضان. الكلاب تعلمت التوبة. ويقال للمنافق الذي يدعي التوبة والغفران، فيقول المثل: مهبول من يامن طبيب، ومهبول من يجاور مصيب، ومهبول من يعمل الخير في مضرب لا يصيب. يرنو الزيت ثمست. يضيف الزيت للنار. ويقال للشخص الذي يثير الصراعات والفتن: ثقف حظ ثيذ تسلكفن. طمست الحقيقة بالكفن. ويقال في الشخص الذي يقتل الحقيقة بالكذب والباطل: اتبع كذاب أرث بورث. اتبع الكذاب إلى الباب. ويقال في مسايرة الكذاب في أكاذيبه: فهو حتما سيكشف، لأن حبل الكذب قصير. فهو كما يقول المثل الدارج: يخلط شعبان مع رمضان. ولكن والله يا الخادع لا وادع، فالله سيجازيك بأكاذيبك، فيتحقق القصاص الإلهي العادل.